السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور أحمد العايدي، دكتور الكيمياء العضوية. بإذن الله نشرح النهاردة مع بعض حلقة جديدة من حلقات الأو تو سي. طبعا النهاردة هناخد مع بعض الأبدومينال بين أو ألم في البطن. طبعا أنت دلوقتي حاليا لو دخلك الصيدلية شخص والشخص ده عنده ألم في البطن، المفروض تسأله عن إيه علشان تقدر تشخص ألم البطن ده. طيب يعني النهاردة الحلقة بالكامل مش هتكلم عن مرض معين، لا انا هتكلم عن ايه؟ عن تشخيص الم البطن. لما يجي لك واحد عنده الم البطن ازاي تشخصه وازاي تعرف هو عنده ايه. طيب هتقول لي يا دكتور هو التشخيص ده من اساسيات الصيدلي؟ هقول لك اولا لازم تبقى عارف انك الخط الاولاني اللي اي مريض بيفكر فيه اول ما يتعب. يعني لو في شخص عنده اي تعب هيدخل لك الصيدليه يقول لك انا عندي كذا وكذا وكذا، هيقول لك اعراضه، فانت المفروض من خلال الاعراض تشخص المرض ده. طيب المرض لو بسيط زي ما هقول لك عنه دلوقتي وتقدر تعالجه في الصيدليه هتعالجه حسب امراض الاو تو سي. طيب لو المرض ده مش ضمن امراض الاو تو سي فانت برضو لازم تشخصه علشان تقدر توجهه للدكتور المناسب. يعني انت مش هتعالجه، انت بس هتوجهه للدكتور. وخلي بالك تشخيص الم البطن ده ممكن تنقذ حياه ناس كتير جدا. يعني ممكن يكون واحد عنده ازاي ده عنده امراض يعني ما ينفعش ان هي تستنى وانت تكتشفها من البدايه، فيبقى عنده الموضوع سهل. فانا دلوقتي هقول لك موضوع الم البطن بصفه عامه، ازاي لو دخل لك واحد عنده الم في البطن ازاي تشخص المرض ده وتحدد له هو عنده ايه بالظبط. ولو حاجه او تو سي تقدر تعالجها، ولو حاجه مش او تو سي هتقدر توجهه للدكتور المناسب. طيب في البدايه خالص لازم نعرف تركيب الاعضاء اللي موجوده عندنا في جسمنا علشان واحنا بنتكلم صح. اولا ده كده تركيب الجسم بتاعنا. اولا لازم تبقى عارف نازل من الفم المريء، من طبعا بعد الفم في البلعوم وبعد البلعوم في المريء اللي هو اسمه اسوفيجاس. الاسوفيجاس ده او المريء هينزل لغايه المعده. يعني خلي بالك في الجزء اللي ورا الكبد اهو هتلاقي نازل لغايه المعده اللي هو الاستومك. طيب في بقى قدام الاستومك كده في الليفر اللي هو الكبد، وتحت الكبد في الجول بلادر اللي هو المراره. عشان تبقى عارف ده كله لازم تبقى عارفه حتى الان. ده كله في الجزء اللي فوق السره، يعني المفروض هنا السره وفوق السره في الاجزاء دي كلها، في الكبد وفي المراره وفي المعده. طبعا وراها البنكرياس زي ما انت خدت بالك هنا، البنكرياس وراهم اهو. طيب فانا دلوقتي حاليا بالنسبه للجزء، انا دلوقتي حاليا مثلا لو هقسم لك الجسم نصين، جسم علوي وجزء سفلي، وده كله على حسب ايه؟ حسب مكان السره، وليكن مثلا دي السره. حلو الكلام. طيب فانت دلوقتي حاليا عندك الجزء اللي فوق السره على اليمين فيه الكبد وفي المراره. حلو الكلام. يبقى تاني الجزء اللي فوق السره على اليمين عندك في الكبد وفي مين؟ المراره. في النص في المعده وفم المعده، فم المعده هنا. حلو الكلام. يعني انا بقول لك ايه دلوقتي؟ انا بقول لك في وجع في فم المعده، فانا بتكلم عن الجزئيه دي، فم المعده اللي هو البوابه اللي بتخرج من المعده لغايه الايه؟ لغايه المريء. طيب يبقى كده الجزء العلوي في على اليمين الليفر والجول بليدر، وفي النص في فم المعده، وفي طبعا المعده هي والبنكرياس زي ما انا هقول لك دلوقتي عنها بالتفصيل. طيب بعد كده هتلاقي يا سيدي عندك الامعاء سمول انتستين، الامعاء الدقيقه موجوده في النص اهي، والامعاء الغليظه اللارج انتستين موجوده من اول هنا وماشيه بالدوريه زي ما انت شايف كده بالظبط. حلو الكلام. الامعاء الغليظه ماشيه من تحت لفوق، ماشيه واخده البطن كلها الامعاء الغليظه. حلو الكلام. عشان لما اجي اقول لك القولون، فالقولون بقصد بيه برضو الامعاء الغليظه. القولون هو برضو الامعاء الغليظه هي القولون. حلو الكلام. زي ما هقول لك دلوقتي حاليا وابينها لك عن طريق الفيديو. طيب طبعا في نهايه الامعاء الغليظه ديت في زائده اسمها الزائده الدوديه، اسمها الابندكس. ابندكس هي الزايده الدوديه. عشان دلوقتي لما اقول لك في التهاب في الزايده الدوديه هقول لك على طول موجوده تحت السره على اليمين. تحت السره على اليمين هو الزايده الدوديه. عشان لما اقول لك دلوقتي اهي، يعني الحته الصغيره دي هو مبينها لك اهوت بشكل اكبر، هي الحته الزياده عن الايه؟ الامعاء الغليظه دي، حته طالعه من الامعاء الغليظه دي اسمها الزائده الدوديه. طيب فلما يحصل فيها التهاب اللي هقول لك دلوقتي تحت السره على اليمين. طيب فانا دلوقتي حاليا دي التركيب بتاع الجسم عشان تبقى عارفه. فوق على اليمين في الكبد وفي المراره، فوق في النص فوق السره في النص كده في فم المعده اهيت موجوده عندك، ودي المعده والبنكرياس، وفي الامعاء الدقيقه، وفي الامعاء الغليظه، وفي هنا حته زايده على الامعاء الغليظه اسمها الابندكس او الزائده الدوديه. طيب ده كده التركيب. طيب ده التركيب الامامي. طب من ورا في ايه يا دكتور؟ من ورا لسه تبقى عارف في الكلى، الكليتين موجودين ورا، يعني ورا الامعاء الغليظه اهو زي ما انت شايف كده هتلاقي في الكليتين، والكليتين نازل منهم الحالب، والحالب نازل في المثانه عشان ينزل البول.
طبعا برضو من ورا هتلاقي الرئتين ظاهرين كده ورا الحاجات اللي احنا شفناها دي كلها، يعني دي كده الحاجات اللي قدام، وورا الحاجات دي كلها هتلاقي بقى الرئتين وتلاقي الايه الكليتين. طيب دي كده التركيب بصفه عامه، عشان لما اجي اقول لك مثلا في وجع في الحته اليمين، في وجع في الحته الشمال، تبقى عارف انا بتكلم عن ايه. اتمنى يكون كده الموضوع يكون واضح. والمراره ديت عشان هقول لك دلوقتي التهاب في المراره هيكون فوق على اليمين، فانت برضو هتقول لي فين المراره اصلا، لا تبقى عارف المراره موجوده فوق على اليمين، فوق السره على اليمين. حلو الكلام ده كده. طيب ده بالنسبه للتركيب بتاع البطن والاعضاء اللي موجوده في البطن. طيب نبدا مع بعض بقى دلوقتي حاليا نشوف لو في وجع في البطن انا ازاي اشخص المرض ده. طيب دلوقتي حاليا دخل لك واحد بيقول لك ايه يا دكتور انا بطني وجعاني. لو قلت له دلوقتي عندك وجع في الابر سايد، في الجزء العلوي اللي هو الجزء اللي فوق السره، لو قال لك الوجع بتاع البطن ده موجود في الجزء اللي فوق السره، توقع على طول حاجه من الاثنين، اما جاسترايتس ده اللي هو التهاب المعده او ما بيسمى بالحموضه، عنده حموضه زايده يا سيدي. حلو الكلام، جاسترايتس او حموضه زايده، يعني بيقول لك ايه يا دكتور انا عندي حرقان في صدري. يعني دايما هتلاقي كده المريض بيقول لك ايه انا بطني وجعاني او عندي حرقان في صدري يا دكتور، وبيشاور لك على الحته دي بالظبط كده، الحته دي بالظبط، يعني بيشاور لك من الاخر على فم المعده. حلو الكلام. دي معناها ايه يا دكتور الجاسترايتس ديت؟ انا طبعا هشرح كل مرض من الامراض ده بالتفصيل في فيديو تاني، بس انا دلوقتي حاليا بديك نبذه مختصره عشان بس نشخص المرض ده عامل ازاي. الجاسترايتس دي معناها في حموضه زياده، واحد اكل اكله زياده ولا حاجه كده فجات له حموضه زياده، والحموضه ديت في المعده، لا وخرجت كمان، خرجت على المريء، زي ما هبين لك ان شاء الله باذن الله في فيديو خاص بالجاسترايتس ده هعمله باذن الله غير ده. طيب فالحموضه لما خرجت من المعده وراحت للمريء، لازم تبقى عارف ان المعده ربنا خلقها تستحمل الحمضيه العاليه بتاعت HCl، لكن المريء ما يستحملش، فاول ما الحمض بتاع المعده يروح على المريء على طول بتحس بحرقان شديد قوي. حلو الكلام. فطبعا وقتها عنده حموضه عاليه فبيتاخد دواء للحموضه. حلو الكلام. ودواء لارتجاع المريء، ارتجاع المريء معناها ان الحمض بيروح على المريء، اتفقنا؟ ده اسمه ارتجاع المريء، ان الحمض بيطلع من المعده بيروح على المريء. طيب زي ما خدنا من شويه. طيب ده الجاسترايتس. طيب وبرده في الجاسترايتس عشان تبقى فاهم كويس قوي ممكن تتسبب كحه. مش انا دلوقتي قلت لك ان الجاسترايتس او الحموضه الزايده دي ممكن تروح من المعده للمريء؟ طيب لازم تبقى عارف ان المريء زي ما هو كده اسوفيجاس ده، المريء متصل في نهايته بالقصبه الهوائيه اللي هو متصل بعد كده بالرئه. طيب فانا دلوقتي حاليا لو المعده خرج منها الحمض، والحمض ده دخل في المريء وعمل حرقان في الصدر كده، والحمض ده دخل منه ولو جزء صغير في القصبه الهوائيه، هيفضل الشخص ايه القصبه الهوائيه اهي، يعني ده المريء اهو دخل منه جزء صغير من الحمض ده جوه القصبه الهوائيه، هيفضل الشخص يكح. فلو جالك حد الصيدليه وقال لك يا دكتور انا عندي كحه متقطعه، كل شويه يجي لي كحه وبالذات لما انام، يعني كل لما انام كده الكحه عندي ممكن تزيد، على طول تبقى عارف تساله هو عندك حموضه؟ لان لو عنده حموضه عاليه وعنده ارتجاع في المريء، ان الحمض بيطلع من المعده بيروح على القصبه الهوائيه، بيطلع ده كله كده يروح على القصبه الهوائيه، على طول تبقى عارف ان الكحه دي سببها الحموضه الزايده وارتجاع المريء. فانت لو عرفت الحموضه وارتجاع المريء هتعالج الكحه. لكن الشخص اللي عنده كحه بسبب ارتجاع المريء لو فضلت تعالج الكحه باي دواء للكحه مش هيتعالج، لان السبب الرئيسي للكحه هنا هو ارتجاع المريء. فانت لازم وقتها تعالج الحموضه وارتجاع المريء، هتلاقي على طول الكحه اتعالجت بدون ما تديها اي دواء. فمش اي حد يكون عنده كحه تطلع له دواء كحه، اسال الاول عندك حموضه عاليه، هو اكيد طبعا هيجي لك الصيدليه الاول عشان الحرقان الشديد بتاع الحموضه. فلو جالك عشان الحرقان بتاع الحموضه وطلب منك اي دواء للحموضه، خلاص يبقى كده انت فهمت الكحه مرتبطه بالحموضه على طول. لو كلام ده ارتجاع المريء، حتى في بعض الاشخاص بيحس ان في حمض طلع لغايه البلعوم فوق كده. طبعا الحمض ده لو دخل منه شويه في القصبه الهوائيه بيفضل الشخص يكح طبيعي جدا، عشان يخرج الحمض ده من القصبه الهوائيه وما يوصلش للرئه. طيب ده كده الحاجات البسيطه، ده الجاسترايتس. طيب طبعا انا قلت لك لو الوجع موجود في الجزء العلوي ممكن يكون في فم المعده زي ما انا شفت لك دلوقتي حاليا، وقلت لك ده عباره عن حموضه عاليه وهقول لك في فيديو تاني ازاي تعالجها، او ممكن يكون مشكله في الجول بلودر ديس اوردر، مشكله في المراره. طب ازاي يا دكتور اعرف ان مشكله في المراره؟ هتلاقي شخص بيقول لك ان الوجع موجود على اليمين شويه مش في النص، يعني فم المعده موجود في النص هنا، حرقان شديد قوي هنا، لكن لو الوجع موجود على اليمين شويه دي معناها الجول بلودر او المراره فيها مشكله. طيب ممكن طبعا يكون مثلا في حصوات في المراره، ناس كتير قوي بتكون حصوات في المراره. طب ازاي اتاكد ان الجول بلودر ده هو المشكله اللي فيه؟ هتسال الشخص هو انت لو كلت اكله تقيله
هيقول لك بتحس بوجع؟ هيقول لك اه يا دكتور، ده انا لسه واكل دلوقتي دببها اكله شديده، وبعد الاكله الشديده ديت مثلا لحمه وحاجات فيها دهون كتير حسيت بوجع. لان الجول بلادر اصلا او المراره هي اللي بتطلع العصاره الصفراويه المسؤوله عن هضم الدهون. فانت دلوقتي حاليا لما يكون في وجع على اليمين وكلت اكله تقيله في دهون كتير، فالمفروض هي بتطلع العصاره الصفراويه، وهي بتطلع العصاره الصفراويه لو فيها حصوات او فيها اي مشكله هتحس بوجع اكيد. حلو الكلام؟ فطبيعي جدا بالعقل كده انت تسال الشخص لو الوجع عنده على اليمين فوق على اليمين، انت دلوقتي تشك ان الوجع موجود في المراره، هتساله سؤال صغير: هل انت الوجع بيزيد معاك لما تاكل اكله تقيله فيها دهون؟ هيقول لك يبقى مشكله كده في المراره. حلو الكلام؟ ما دام هو الوجع على اليمين فوق على اليمين زي ما قلت لك كده بالظبط في المكان اللي انا بقول لك عليه ده بالملي، وبيزيد مع الاكلات التقيله، يبقى كده فرقنا. لو الوجع موجود فوق، يبقى دلوقتي لو في وجع بطن وموجود في الابر سايد اساله. لو قال لك في حرقان في النص كده يا دكتور في الحته دي كده، خلاص دي حموضه عاليه. وبرده لو في كحه وقتها انا قلت لك كده سبب الحموضه. طيب لكن لو قال لك لا على اليمين يا دكتور ومفيش حموضه عاليه ولا في حاجه، يبقى ده ايه؟ ده جول بلادر ديس اوردر، في مشكله في المراره وبتزيد لما تاكل حاجه تقيله او حاجه فيها دهن. طيب ده كده بالنسبه للاجزاء الصغيره دي. طيب نيجي بقى لو قال لك لا يا دكتور الوجع مش في ابر سايد، الوجع مش موجود في الجزء العلوي من البطن خالص. طيب يبقى اساله. يبقى كده لو ابر سايد يس عرفنا في ايه، لو نو قال لك لا الوجع مش في الابر سايد، يبقى تساله هل في وجع في الظهر؟ هتلاقيه ماسك ظهره وهو داخل لك الصيدليه كده. يعني الكلام يعني في وجع في البطن وفي وجع في الظهر برضه. طيب هل في وجع في الظهر، وهل وانت بتعمل حمام بتعمل بصعوبه والحمام بتاعك متقطع كده؟ لو قال لك في وجع في الظهر يا دكتور مع بطني وفي كمان الم كده عند التبول، لما اجي اعمل تبول بيبقى فيه صعوبه وساعات بيبقى متقطع معايا، بينزل شويه واقف وانزل شويه كمان، وقتها تشك ان هو يكون عن رينال ستول او رينال انفكشن، يكون في حصوات في الكلى. زي ما انا قلت لك الكلى موجوده ورا، الكلى موجوده ورا في الظهر مش قدام زي ما انا قلت لك دلوقتي الشكل بتاعها. فلو لقيته ماسك ظهره من تحت كده دي معناها ان الكلى بتاعته فيها مشكله، ممكن يكون في حصوات في الكلى هي اللي مسببه الالم اللي موجود في الظهر وفي البطن وفي الالم عند التبول كمان. حلو الكلام؟ طبعا ده بيكون واضح جدا، الكلى بيكون فيها حصوات، يعني دي كده ستونز اهيت حصوات، والستونز ديت وهي بتنزل في الحالب بتبقى بتعمل الم شديد جدا، فده طبعا بيخلي الظهر في الم، وطبعا بيتوقم برده فين في المثانه لغايه لما ينزل البول. فطبعا ديت حاجه لازم تبقى عارفها. يبقى الشخص قال لك في وجع في البطن لازم تبقى عارف في الجزء العلوي لا ده في وجع في الظهر ولا لا. طيب قلت له كده قال لك لا يا دكتور ما ولا فيش الم في الجزء العلوي ولا في الم في الظهر ولا في مشكله في عند التبول، خلاص. شوف بقى هل في عندك سخونيه وترجيع؟ لو قال لك يا دكتور عندي سخونيه وترجيع، يبقى تشك في الاتي: لو في وجع في البطن وفي سخونيه وفي ترجيع تشك في حاجه من الاثنين: الجاسترونترايتس اللي هو اسمها نزله معويه، جاسترونترايتس اللي هو النزله المعويه، او ابندكتايتس. ابندكتايتس ده التهاب الزائده الدوديه. طيب اولا دي اهم حاجه بقى. انا دلوقتي حاليا لازم لما يقول لك الشخص انا عندي وجع في البطن، حلو الكلام، ومش عارف يحدد لك المكان، بيقول لك بطني وجعاني يا دكتور وعنده سخونيه وعنده ترجيع، لازم ولا بد تحاول بقدر الامكان تستبعد ان هو عنده الزايده. يعني لازم تشوف الاول الزايده، ولو ما لقيتهاش الزايده يبقى خلاص دي نزله معويه. طيب تعالى الاول اعرفك ازاي نعرف ان هي زايده. ازاي يا دكتور دلوقتي واحد قال لك انا عندي وجع في البطن وعندي سخونيه وعندي فوميتنج، ازاي اعرف عنده الزائده الدوديه ولا لا؟ شوف يا سيدي ركز معايا. الزايده زي ما انا قلت لك كده موجوده في الجزء اللي تحت السره على اليمين، اللي هو الجزء اللي هو ماسكه الشخص ده كده هنا او هنا، وتلاقي الشخص داخل لك الصيدليه يقول لك عندي وجع في البطن وماسك الحته دي كده ومش قادر يسيبها. طيب لو مش ماسك في الحته ديت وقايل لك الوجع في بطني كلها، ساعات الشخص ما بيعرفش يحدد الوجع من كتر الالم ويقول لك لا ده انا بطني كلها وجعاني، خلاص حاول بقدر الامكان شوف الوجع موجود في الحته دي، هي دي المكان بتاع الزايده. يعني لما يكون ملتهبه الحته دي هي اللي بتوجعه. طيب لو ما لقيتش كده خليه ينام على بطنه واضغط في المكان ده بالظبط زي ما الدكتور ده كده عامل، اضغط لتحت ببطء ثم شيل ايدك بسرعه. لو لقيت الشخص صوت اعرف وتاكد دي التهاب الزايده الدوديه. يعني كل اللي بيعمله بينام وتروح نازل في الجزء اللي تحت السره على اليمين ضاغط ببطء 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 ثم تسيب ايدك مره واحده. لو الشخص اللي قدامك ده صوت وحس بالم شديد
تاكد انها التهاب الزايده الدوديه، ولازم الشخص ده ينتقل مباشره لاي مستشفى ولا اي دكتور متخصص، عشان ممكن يكون الزايده ملتهبه جدا وممكن تنفجر، وممكن يعني محتاج عمليه من الاخر. لازم يعمل عمليه الزايده، لازم يعمل وقتها عمليه الزايده، عشان تبقى واضح معاك. انت دائما وابدا انت الخط الاول لاي مريض، لازم تكون فاهم الاجزاء دي كلها، عشان لو دخل لك شخص وقال لك انا عندي وجع في بطني ما تقولوش خد دواء وخلاص التقلصات، لا، افهم كل حاجه ماشيه ازاي. طيب، يبقى ده بالنسبه حتى الان اللي احنا قلناه. شخص عنده وجع في البطن في الجزء العلوي، حموضه، او في مشكله في المراره، زي ما احنا حددنا دلوقتي الفرق بين الاثنين عامل ازاي. طب ما فيش وجع في الجزء العلوي، هل في وجع في الظهر؟ هل في مشكله في التبول؟ لو كده يبقى في حصوات في الكلى او التهاب في الكلى، وهنتكلم عن المواضيع دي كلها بالتفصيل. طب ما فيش، هل في سخونيه وهل في ترجيع؟ لو في سخونيه وترجيع، اول حاجه تتاكد هل في زايده دوديه، التهاب في الزايده الدوديه ولا لا. لو في التهاب في الزايده الدوديه خلاص وجهه للدكتور ان هو يعمل عمليه الزايده على طول. طب ما فيش يا دكتور، يعني انا حطيت ايدي في المكان الجزء اللي تحت السره على اليمين ده ببطء ورفعت ايدي والشخص ما حسش بوجع شديد، خلاص دي مش زايده، دي عباره عن نزله معويه. حلو الكلام، نزله معويه. هقول لك طبعا تفاصيل علاجها عامل ازاي، مع ان طبعا يعني في بعض الحاجات الصغيره المفروض تعالجها في الصيدليه، بس يعني الحموضه ممكن تعالجها في الصيدليه، لكن طبعا التهاب المراره او كيدني ستون او جاسترونترايتس او ابندكتايتس، الحاجات دي كلها المفروض ما تعالجهاش في الصيدليه، انت بس يعني ايه، بتحدد العلاج عامل ازاي، وهقول لك برضو علاجهم عامل ازاي لمجرد المعرفه. لكن المفروض تعالج في الصيدليه حتى الان الجاسترايتس بس، اللي هو الحموضه. طيب دلوقتي حاليا الشخص عنده وجع في بطنه لكن مفيش سخونيه ولا في ترجيع. طيب تتوقع على طول ان في دوره شهريه، اكسبكت منسز. يعني لو اللي بتسالك في الصيدليه ديت انا عندي الم في بطني، لو اللي قدامك ديت بنت، توقع ان هي ممكن تكون دوره شهريه. فطبعا على طول ايه، تديها دواء مسكن زي الكتافلام او غيره. طبعا يفضل طبعا يعني الاشخاص اللي تقدر تستحمل الالم ده ما تاخدش مسكنات، لكن اللي ما يقدرش يستخدم او يستحمل الالم ده، هو واحده مسكن واحده بس تكفي، عشان كتر المسكنات غلط زي ما هيبقى هنبين قدام باذن الله. طيب فدلوقتي حاليا لو في وجع في البطن وقدامك واحده، فخلاص ما دام انت استبعدت الثلاثه دول، انت تتوقع لوحدك ممكن تكون دوره شهريه من غير ما تسال حد، وتروح مديها مسكن وخلاص. طيب ما كانتش دوره شهريه، واللي قدامك مثلا ما كانتش بنت وخلاص كان قدامك راجل ولا حاجه، اساله هل في غازات؟ طب هل في تقلصات؟ يعني دلوقتي حاليا هل في غازات في بطنك، في كده حاسس بغازات كتير، وهل في تقلصات؟ لو كده لو لقيت في وجع في البطن مع وجود غازات، دي اكتر دليل على وجود الاسباست الكولون او القولون العصبي. حلو الكلام، في قولون تعبه. حتى الناس كلها بقت عارفه دلوقتي لما يكون في غازات وفي نفس الوقت وجع في البطن، يبقى كده ايه، كده عندي قولون. طيب طبعا الاسباز القولون او القولون العصبي ده محتاج اولا ان الشخص يهدي التوتر بتاعه، يعني القولون العصبي ده او القولون بيزيد معاك مع التوتر. هتلاقي مثلا الطلبه ايام الامتحانات، طبعا يعني اللي عندهم دم، يعني اللي هم بيخافوا من الامتحانات، لكن طبعا في ناس كتير قوي مش بيخاف من الامتحانات اساسا ولا بيحس بتوتر اصلا. على العموم والافضل طبعا ما تحسش بتوتر، بس يعني على العموم يعني الشخص لو حس بتوتر مثلا ايام الامتحانات وبطنه وجعاه ومش عارف ايه، ده غالبا قولون، بيجي حسب التوتر وكده، حتى اسمه القولون العصبي من العصبيه والتوتر كده بيقوم عليك. وطبعا برضو استاذ برضو ايام الجواز لسه بقى عايزه تجيب الطقم بتاع النيش مش عارف ايه، هتلاقي برضو عندها القولون ما شاء الله. يعني كذا حاله كده ممكن من خلال التوتر تتوقع ان هي عندها قولون عصبي. طيب القولون العصبي ده طبعا ممكن بعض الادويه البسيطه تعالجه، زي مثلا طبعا قبل اي حاجه انا قلت لك ان القولون هو اللارج انتستين، اللي هو الامعاء الغليظه يعني. حلو الكلام، في حاجه اسمها القولون الصاعد والمستعرض والنازل. انا مش بحب افصل موضوع القولون، هو ده اسمه كله قولون، زي ما قلت لك كده ماسك البطن كلها من تحت لفوق. حلو الكلام، امعاء غليظه زي ما انا بينت لك في اول الفيديو. طيب فانا دلوقتي حاليا ده كده القولون، فلو في وجع فيه اعالجه ازاي؟ شوف يا سيدي، ممكن مثلا البراكس ده من الادويه مشهوره جدا لعلاج القولون. ممكن كولونا، يعني ده اشهر طبعا بالنسبه لعلاج القولون. في الاسبازمو كولون، دي كلها ادويه لعلاج القولون. حلو الكلام، انا طبعا ببين لك بعض الادويه عشان لو نزلت الصيدليه تلاقي الادويه دي كده وتشوفها وتشوف المواد الفعاله اللي فيها وتتعلم صح. طيب ده كده بالنسبه لي لو انت عندك الم في البطن مع غازات. انا في البطن مع الغازات على طول توقع ان هو ايه، قولون عصبي. طيب يا سيدي ما فيش كل ده، يعني كل اللي قدامك ده مش موجود، وقال لك يا سيدي انا عندي بس
انا في بطني يعني عندي شويه تقلصات كده وخلاص، خلاص يا سيدي اديله انتي سبازموتيك، اي حاجه مضاده للتقلصات وخلاص. حلو الكلام. طيب اولا بالنسبه للجاسترايتس انت ممكن تعالجها في الصيدليه وهعمل عليها فيديو لوحدها بالكامل، لكن الجول بليدر ديس اوردر لو في مشكله في المراره فانت مالكش دعوه، انت وجهه على طول للدكتور. طيب طبعا برضو لو لاحظت ان هو بيقول لك في وجع في ظهري وفي المشكله عند التبول، خلاص ده كده في مشكله في الكلى، فانت برضو مالكش دعوه بيها، انت بس وجهه للدكتور. طيب عرفه ان هو عنده مشكله في الكلى يعني وجهه للدكتور. طيب الم في البطن مع فيفر مع فوميتنج، تاكد ولازم تتاكد الاول هل عنده التهاب الزايده الدوديه ولا لا، ما عندوش يبقى عنده اللي نازله معويه. طيب وبرده وجهه للدكتور. وبرده هقول لك طبعا جاسترونترايتس برده هقول لك علاجها ازاي، لانه بتتعالج من خلال كورس كامل لمضاد حيوي بامانه. يعني الجاسترونترايتس محتاج كورس كامل مضاد حيوي، والمشكله برده ان المريض ساعات لما يبقى في الصيدليه بياخد منك قرص مضاد حيوي او حقنه واحده، وده غلط، المفروض في كورس كامل علاج. فهقول لك برده الموضوع بيتعالج ازاي يعني. لكن لو لقيت في منسز او الم في الدوره ممكن تعالجه في الصيدليه عادي وتديها مسكن. حلو الكلام. مسكن مثلا 3 مرات في اليوم، الصبح ووقت الظهر ومثلا بالليل كل 8 ساعات. حلو الكلام. فانت لو في الم في الدوره اديها مسكن عادي. يبقى الجاسترايتس هعمل عليها فيديو كامل، لكن الم في الدوره ممكن اديها مسكن زي الكتافلام او فولتارين او غيره. حلو الكلام. في طبعا جاز برودكتس او سبازمي، وده قولون عصبي، اهم حاجه تخلي الشخص يهدئ اعصابه، سواء ممكن تديله اي دواء من الادويه اللي لسه دلوقتي مبينها لك على الفيديو. طبعا لو تقلصات فقط لا غير، فانت عندك يا سيدي الادويه المضاده للتقلصات كالاتي عشان نكون واضحين مع بعض برده كل حاجه كده. الانتي سبازموتكس او الحاجات المضاده للتقلصات كالاتي: في مواد فعاله مشتقه من الاتروبين، اتروبين لايك ديريفاتيفز، يعني مشتقات جايه من الاتروبين. طيب ودي طبعا زي ماده الهيوسين مثلا اللي موجوده في البسكوبان، او ماده الدايسايكلومين اللي موجوده في الاسبازموريست، وفي مواد كتيره قوي، تيمونيوم موجوده في اسرالجين مثلا، او كليدينيوم الموجوده في الليبراكس. كل الحاجات دي كلها ممكن تعالج التقلصات يعني الكلام. وفي مواد مشتقه من بابافرين، بابافرين دي برده ماده في بعض المواد مشتقه منها بتعالج التقلصات، زي مثلا الماده اللي موجوده في الدوسبا والماده اللي موجوده في الفازورين. طبعا الحاجات دي كلها مواد فعاله. انا اللي يهمني دلوقتي ان دي كل المواد الفعاله ديت طبعا لما تكون في اسم مكتوب جنبها ار يبقى ده الاسم التجاري. دايما اي دواء مكتوب عليه اسم علمي وهو الماده الفعاله اللي بتستخدم لعلاج المرض، وفي اسم تجاري ده الاسم التجاري ده كل شركه مثلا بتنتج الماده الفعاله دي بتسمي الدواء بتاعها باسم تجاري هي تختاره. فلما اقول لك الهيوسين ده الماده الفعاله اللي ممكن تبقى موجوده في كذا اسم تجاري، ومن امثله الاسماء التجاريه دي البسكوبان. حلو الكلام عشان تبقى فاهم يعني. طبعا مثلا في اسرالجين اهو عندك زمان لسه جايبه في تيمونيوم، في الاسبازموريست، وفي البسكوبان، وفي فازورين امبولز طبعا، وفي الاسبازموبايرالجين. دي كلها حاجات للتقلصات. لو شخص عنده بس تقلصات ممكن تديله اي اقراص من الاقراص دي كلها، هيتعالج التقلص بتاعه بسهوله جدا ومش هيكون عنده اي مشكله. حلو الكلام. طيب طبعا انا بديك كل المواضيع بصفه عامه يعني. طيب طبعا كده خلصت لك التشخيص بتاع الم البطن. يعني لو جالك شخص الصيدليه وقال لك انا عندي الم في بطني، فانا بينت لك لو وجع فوق، الوجع تحت، الوجع موجود في اليمين، الوجع موجود تبع الظهر. الحاجات دي كلها مهم جدا تكون عارفها، عشان لو حد خلك الصيدليه قال لك عندي بطني وجعاني تبقى عارف كده تحدد تساله في ايه، وتعرف من خلاله تحدد العلاج المناسب. طبعا هعمل لكل مرض من الامراض اللي انا قلتها دلوقتي حاليا فيديو، وهبين لك بيتعالج ازاي وايه الادويه اللي موجوده في الصيدليه لعلاجه. اتمنى يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم. طبعا هضيف الفيديو تبع قائمه الاوتو سي في قائمه التشغيل او بلاي ليست اللي عندي هناك في القناه. طبعا في فيديوهين في كورسين كمان شغالين معايا اللي هو دراج ديزاين وسنسز والاورجانيك كيمستري، ده مجاني وده مجاني. الاورجانيك كيمستري بالاشتراك، اي حد محتاجه يقدر يشترك معايا من خلال رقم الواتس عشان يحصل على كورس الاورجانيك كيمستري كامل. اتمنى يكون الفيديو مناسب معاكم، واي حد محتاج اي حاجه يتواصل معايا عن طريق الفيسبوك او تويتر او الواتساب او اليوتيوب. اتمنى الفيديوهات تكون مفيده بالنسبه لكم، واتمنى ما تنسونيش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.